السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين. صل على محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة عروض المواشي في كل مكان. تحية طيبة لكل اللي تابعني من داخل مصر وخارج مصر. تحياتي ليكم. أي حد بيدعمني بتعليق كويس ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. لو أنت لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده هنتكلم على موضوع مهم. يمكن أنا بالنسبة لي مهم، ممكن في يعني ناس تانية ممكن مش مهم بالنسبة لها، كل واحد انا بدي النصيحه بس لوجه الله مش اكتر، مش عشان ان انا عندي قناه وان انا بقى اكسب مشاهدات وكلام من ده. والله انا ما يشغلني الكلام ده قوي. انا كل اللي يهمني ان احنا ناخد ثواب معلومه بنقدمها، بناخد ثواب عليها وفي نفس الوقت الناس تتعلم وانا يعني على حسب خبرتي، يعني على قد خبرتي انا. مش هقول لك بقى ان انا يعني حد طالع فوق قوي، يعني لا، الحمد لله انا على قدي وعلى قد امكانياتي. الحاجه اللي انا هتكلم عليها دي النهارده ان شاء الله هي المكان اللي انت هتقني فيه الحاجة اللي انت عايز تقنيها، سواء عجول سواء معيز سواء غنم. دي طبعا ايه اهم حاجة؟ المكان لازم يبقى مجهز بنسبة 100%، مش هقول لك 90 لا. بالنسبة للأماكن اللي هي هتاكل فيها زي الطوالة كده، مكان الطوالة ده أهم حاجة اللي هتاكل فيه طبعا. الطوالات زي ما انتم شايفينها هي طبعا عندي مش يعني كلها حاجات، دي عجول صغيرة. فيعني الطوالة يمكن قصيرة عليهم شوية بالنسبة لهم، أو طويلة عليهم يعني هم قصيرين. فيعني بحاول إن أنا أظبط لهم الدنيا شوية، أعللهم تحتهم زي ما انتم شايفين كده وأرفع لهم الطوالة شوية، أو أحوط لهم زي ما انتم شايفين كده برضو بشوية طوب، وهكذا. كل حاجة على حسب إيه جسمها. طبعا لو جه حاجة كبيرة بشيل بقى طبعا الطوب وبتبقى واقفة مستريحة يعني. لكن دي بص زي ما انتم شايفين كده، دي صغيرة اهي، ومعللها شوية ويا دوبك طايلة بالعافية. ويمكن الطوالة نفسها اللي قويتها شوية. فبالنسبة للمكان الأكل، أهم حاجة مكان الأكل زي ما انتم شايفين كده. دي اللي هي الطوالة. طبعا في ناس خبرة عني طبعا بكتير. أنا بتكلم بس للناس اللي هي إيه لسه داخلة في المجال الجديد وحابة إن هي تعمل مشروع كده. أول حاجة مكان الطوالة والأكل. تاني حاجة المكان نفسه يبقى متعرش تعريشة كويسة، مفيش أي خرم إن هو ينزل مثلا نطرة، ينزل أي حاجة عليهم. بل المكان كويس، وبالذات المكان اللي بيبقى قدام الأكل. المكان ده لو في حاجة فوق مثلا، خبطت فوق، حد بيمشي فوق مش عارف، هتبص تلاقي حاجات تقع على الأكل لا مؤاخذة ويبهدل لهم الدنيا. لازم يبقى المكان نضيف فوق. وطبعا ما يكونش فيه أي مسمى عشان ما تنزلش مطرة وما تدخلش هواء والسقعة والكلام من ده. طبعا هنا حاجة يعني ايه على قد كده، عروق وكلام من ده، فبتبقى ايه حاجات اللي هي المعروفة في أي زريبة لا مؤاخذة. واهم حاجه في الليله دي كلها الاماكن اللي هي بتاعه التهويه. في الصيف طبعا حاجه زي كده هتشيلها. الشباك اهو، يعني ده شباك، حاجه زي كده هتشيلها. اي خلقان اي حاجه زي كده هتشيلها. ده بالنسبه للصيف. باب زي ده يتفتح، هتبقى العمليه مفتوحه. حته زي اللي بره مثلا ممكن اسيبهم فيها عادي. فبالنسبه للتهويه ده بالنسبه للصيف. بالنسبه للشتاء طبعا بقى هتقفل على قد ما تقدر زي ما انت شايف كده. تقفل على قد ما تقدر، ما تخليش اي حاجه ان هي تدخل لهم سقعه. على قد مثلا خرمين حاجه بسيطه يعني، مثلا حاجات بسيطه حته زي دي كده مثلا. حاجات اللي هي مثلا ممكن تورد الباب سنه، ما تقفلوش قوي. تمام. حاجه اللي هي ترد نفسهم بس. زي ما انتم شايفين حضراتكم اهوت. هي دي طبعا مفتوحه للناحيه التانيه، للاوضه التانيه. دي اوضه انا بقعد فيها اهوت. المكان يكون مناسب، ويكون ما زي ما انتم شايفين كده، ما يعني ايه الفتحات ما تكونش كبيره بالذات في الشتاء. سواء بقى غنم معيز عجول اي حاجه. يعني ما تقارنهاش باللي عشان انا عندي عجول يبقى لازم، لا، كله زي بعضه. ولو بهايم كبيره برضه على قد ما تقدر برضه حاول. يعني البهايم الكبيره ممكن تستحمل شويه، بس برضه حاول على قد ما تقدر ان انت ايه تدفيها. تالت حاجه طبعا المكان. المكان طبعا لازم يكون انضف من يعني لا مؤاخذه المكان انت بتقعد فيه. هي مش عشان مثلا لا مؤاخذه زريبه ولا كده ان انت تأمل فيها، لا، حاول تنضف اول باول على قد زي ما انت شايف كده اهوت. مكان نضيف. تمام. نضف لهم اول باول، جرد تحتهم اول باول. هم هينضفهم. وفي نفس الوقت ايه مش هيجي لهم بقى لفطات، البراغيث، الحاجات اللي بتتراكم بسبب المكان نفسه ان هو مش نضيف.
ده بيجي عن طريق الايه، المكان اللي هو مش كويس، بيبقى فيه تلوث وعوامل وحشة وحاجات بتبقى يعني ربنا يبعدنا عنه. فأهم حاجة النظافة أول بأول، تجريد على طول، التطريب. وأهم حاجة التطريب بقى، الرماد يكون زي ما انتم شايفين كده على طول، يكون في رماد على طول أو من الآخر يعني ما يخليش لا مؤاخذة تحتهم جلال خالص. الجلة دي تبعدها عنهم، تبعدها من تحتهم ساعة ما أول ما تيجي وتشوف شيل على طول أول بأول، ما تخليش حاجة إيه موجودة إن هي تديهم سقعة يعني وكده. ده بالنسبة للأرضية. وبعدين طبعا بقى أهم حاجة عندك إيه، الأكل طبعا ده بقى أنا مش هوصيك عليه، كل واحد بقى بيأكل بدماغه وبمزاجه. أهم حاجة التغذية الكويسة والتغذية السليمة والمواعيد. أنا عن نفسي بالنسبة لي أنا بعمل مرة الصبح ومرة بالليل، زي دلوقتي كده أو قبل دلوقتي. يعني مثلا الساعة حوالي 9 الصبح بقوم جاي ساقيهم، وأقوم جاي مديلهم العلف، وإن كان في حاجة تحتهم بجردها وأحط لهم شوية تراب. باجي من بالليل من شغلي، لان ده عشان شغلي كده. باجي بالليل المغرب اقوم جايب لهم العلف، الميه برضه اسقيهم. اهم حاجه السقيان قبل الاكل يا جماعه، قبل الاكل. الناس اللي هي لسه داخله في الموضوع الجديد، السقيان بيبقى قبل الاكل، تسقي وبعد كده تاكل، تعلف العلفه بتاعتك. او ان كنت هتدي بقى برسيم، البرسيم ممكن تديه مثلا في نص اليوم، العصريه مثلا ولا حاجه، او الساعه 2 كده الظهر ولا حاجه، تدي برسيم عادي، ايه المشكله؟ ده بالنسبه للناس اللي هي اللي يعني بتشتري برسيم وكلام من ده. بس انا بصراحه انا مش مفضل البرسيم اليومين دول، لانه مش البطن الاولى والتانية دي مش بتبقى حلوه. خلينا في البطن التالتة والرابعه بتبقى افيد، والخامسه برضو لو فيه، ده بتبقى افيد في الوقت ده. فطبعا التغذيه بتاعتك دي طبعا ايه زي ما انت حابب، تمشي على النظام. المهم النظام ايه، ما تحاولش ان انت تغير فيه. مواعيد الاكل تثبتها ويبقى هم عارفين اكلهم وشربهم وكلام من ده. انا بفضل الصبح بالنهار وبالليل. ليه بالنهار وبالليل؟ بيبقى في فترة ان هم يقعدوا ويرقدوا ويشتروا وياكلوا، يعني يهتموا الاكل اللي هم كلوه ويشتروا فيه. دي بتبقى افيد لهم وحلو. انما في نص اليوم لو انا جيت علفت علفة تانية في النص، هتبقى مش حلوة ومش يعني ايه، هتلاقيهم عمالين ياكلوا على طول يعني هيكلفوا كتير وياكلوا على الفضا والمليان، مش حاجة حلوة قوي يعني. فانا بحب اللي هي العلفتين. ولو بالنص مثلا في شوية خضرة عندك، لا مؤاخذة، بواقي من البيت عندك، من الحاجات اللي هي بتترمي للفراخ والكلام من ده، شوية خاص، شوية مش عارف ورق كرنب، كلام من ده ممكن ياكلوه. طبعا المعيز ما بتخليش الكلام من ده، معيز غنم الحاجات دي ما بتخليش، وطبعا في بهايم وكده. فديت بالنسبة لي ده من وجهة نظري برضو، يعني من وجهة نظري ان انا يعني انا حاسس ان هي برضو حاجة كويسة. في ناس طبعا ناس خبرة عني وناس اقدم مني في المجال كتير، ممكن يفيدوك بأي حاجة تانية احسن من كده. ولو في اي حد برضو عنده اي معلومة زيادة عن اللي انا قلته، برضو على دماغنا ويضيفها لنا. وان شاء الله لو في اي حاجة ممكن يعني تقترح عليا مثلا اي معلومات تانية عن اي حاجة، اتكلم عن اي موضوع تاني، لو حد عنده اقتراح او اي حاجة برضو انا تحت امره. احنا اخوات. ربنا يبارك يا رب في المال واصحاب المال. ربنا يبارك في حضراتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.